وبيكون مراقبها وبيتهجم عليها وبينزع عنها الحجاب. بيبدأ الفيلم ببنت مسلمة ومحجبة اسمها خديجة وعايشة في هولندا ورايحة لشغلها في المكتبة، فبتطلع بنت اسمها كمالة فبتعمل لها خديجة مكان عشان تقعد جنبها، لكن كمالة بصت لها بعدم اهتمام وبصت للناحية التانية وبتزعل خديجة. فجأة بتلمح واحد عايز يسرق كمالة وبتروح خديجة وبتسحبها وبينزلوا من الباص، وسألتها كمالة ليه عملت كده. خديجة قالت لها كان واحد هيسرقك. وبتلاقي كمالة فعلا شنطتها مقطوعة وكانت هتتسرق، وشكرتها على اللي عملته معاها، وبيبدأوا يتعرفوا على بعض، وإن كمالة من إندونيسيا وإنها كانت رايحة الجامعة، وإن خديجة من هولندا وكانت رايحة على شغلها. وهم في الطريق كان في صحفي اسمه نيكولاس بيصور، وبتعجبه خديجة لأنها الوحيدة المحجبة في وسط البنات فبيصورها. ولما راح شغله وعرض الصور على المدير بتاعه بيعجب بالصورة اللي فيها خديجة محجبة وحواليها نور الشمس، وبيطلب من الصحفيين إنها تكون الغلاف